السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل الغريبة بالسمن، بس السمن حطاه في التلاجة. مقاديره سهلة خالص وبسيطة. 4 2 1، يعني 4 دقيق، 2 سمن، 1 سكر. تعالوا نشوف معانا ايه. زي ما قايله لكم، معايا 4 دقيق وذرة ملح ودقيق منخول معايا، ومعايا 2 سمن. انا بحط واحد بلدي وواحد من العلب، مفيش مشكلة. عايزة تحطي الاتنين بلدي برضو الدنيا بتمشي. ومعايا 1 سكر بودر، ومعايا طبعا فانيليا. بحط الفانيليا ذرة بسيطة او كيس واحد بس، مش كله كمان، علشان ما تمررش معايا الغريبة. في مش بيحطوا خالص، لا انا بحط له برضو عشان بتديها نفس حلو. وطبعا الملح طبعا مش بكتره عشان ما يبقاش المعادلة جامدة، يعني ممكن الملح يجزع معاكي، لا ما تكتريش. بصوا الفانيليا على طرف المعلقة، حاجة بسيطة خالص. في بيحطوا للغريبة بياض بيضة، كل واحد حر. جربي الطريقة دي من غير بياض البيضة، حلوة جدا وناجحة جدا. اهم حاجة تدوبي السكر البودر في السمن كويس جدا، يعني بيكون كريمي قوي. يعني اضربيه كويس في الخلاط بايدك بالمضرب. اهم حاجة السكر يدوب زي ما قايلالك في السمن كويس جدا. على فكرة السمن بينجح، بالزبدة بينجح. وجربي الطريقة دي، بس اهم حاجة سقعيه في التلاجة وهو هيشتغل معاكي كويس قوي. والدقيق مظبوط جدا، لا بشيل منه كوباية ولا معلقتين ولا اي حاجة، هما مظبوطين. ال4 كوبايات دقيق على كوبايتين السمن على كوباية السكر البودر، ومقادير مظبوطة جدا جدا. وذرة الملح وذرة الفانيليا، بس مش اكتر. لمي العجين، ولكن مش تدعكي، عشان الدعك كتير في اي عجين بيبوظه. لكن لمي بس. بصوا الطبق معايا نضف، قايله لكم دي في كل مقاديري، في كل اي مخبوزات بعملها. الطبق اتلم معايا خلاص، تبقى الدنيا خلاص كده تمام. ما تكتريش في العجن، بس اهم حاجه الدقيق يختفي خلاص، اوقف عجن على طول. بوريكم ان العجينه كده تمام. ايدي ملزقه الناحيه التانية، ولكن بايدي التانية خلاص ممكن تتكور معايا الغريبه. انا بس بكورها كده واحطها. عايزه تحطي فيها لوز، تحطي فيها بندق، اللي يعجبك. انا بعملها ساده، ما بحطش فيها اي حاجه، ولا بخرمها ولا اي حاجه. انا بحطها في الصينيه وهي بتفرد مع نفسها. بس بعد ما بدعكها كده في الطبق لازم ترتاح معايا، بترتاح حوالي 10 دقايق في التلاجة او ربع ساعة. اهم حاجة ترتاح بس معايا كويس عشان تشتغل معايا حلو. طبعا بتتحط في فرن متوسط الحرارة. زي ما قايلالك، انا بحط واحدة بلدي وواحدة سمنة من العلب، اي علبة تعجبك. انتي ما تعرفيش في الافران بيعملوا بايه، ولكن انا بطعمها بالبلدي وبتدي نفس النتيجة. على فكرة حتى لو عملت ب2 بلدي وعملت واحدة بلدي وواحدة عادي، بتدي نفس النتيجة والله ونفس الطعم، لان البلدي بيغطي على اي حاجة. فابتدي دلوقتي خلاص احطها في الصينيه. طبعا ما بندهنش الصينيه عشان كلها سمن او كلها زبده. دلوقتي خلاص ببتدي اعمل الصواني كلها وهبتدي اخلصها. وطبعا الفرن شغال معايا على درجه حراره مثلا 140 150. انا بص مش بحدد الحراره قوي، عشان عندي مروحة فبتوزع الهواء السخن في الفرن. انتي لازم تقعدي قدامها، اي مخبوزات تقعدي قدامها، لان لو الفرن عالي الفرن واطي انتي تشوفي بعينيكي، يعني تشوفي نسبة وتناسب، تشوفي الدنيا ايه. وطبعا اول ما تبتدي تحمر تبتدي تشيليها معاكي. وزي ما انتوا شايفين ما فردتش قوي معايا، وهي دي المطلوبة وهي دي اللي بعملها كل سنة. وزي ما انتوا شايفين هي ناعمة معايا ازاي، وكل ما بتقعد بتحني. يعني ايه بتحني؟ يعني بتنعم معايا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس وتستنوني في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.